يشهد الله لو تم اتفاقية ببيع أحاليف الفاجر، ويشهد الله لو ما حاربنا الدولة ده كدارفورين على فكرة أبينا، والله نبقى يا الحرام وأنا نستاهل الذل والهوان. والله أنا بقولها واضح، قيادات خلي يسمعوا الكلام ده كان بيقوا مشترك ولا جيش. أولاد القريب في ميادين ده بالمناسبة ما يالكم، وأنا عندي قرار فيهم أكثر منكم ذاته. أنه دول أخواننا ويا الموجوعات الكادحات الفترانات القاعدين في نقدة. واقسمت بدين أمي والله السودان ده زول يقرأ مدرسة ما في وزول يخش مستشفى. والله نقلبوه على فكرة تعبيد. والله نشاكل لأن يرث الله الأرض ومن فيها. إلى متى علينا أمهاتنا في ذل وهوان؟ إلى متى علينا فيران بتاع التجارب؟ إلى متى الناس بيتموا بين اتفاقيات؟ أنا أهلنا قاعدين في أدرة ده بيشاهدوا بيوتهم جنجويد قاعدين يزروا زهور. أنا أهلنا في الفجر بدونوهم يا نجومي. أنا أهلنا في زمزم قتلهم جو هفر. ولن نقبل الكلام ده والله لو بقى أبوي والدني، والله ما نقبل الكلام ده للمرة الثانية. وده حقيقة تاريخية خلت قيادة الدولة يكون في راسه. عندك مفاوضات حقيقي بحفظ شرف وكرامة إنسان الفاشل ده بنفس البطولة اللي قدمه علينا معاك. لكن عندك أي مفاوضات بيقسم من أهلنا وأهلنا كضحايا يقعدوا في وش الجنجويد للمرة الثانية ويطلعوا معسكرات ويقولوا قتلونا وضربونا. والله أنا قاتلك إلى أن يرث الله الأرض. والله في زول في السودان ده قرأ مدرسة نبقى يلعاوينا نين. والله ما تقرأ مدرسة إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها. والله أنا قاتل إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها. أنتوا بتتكلموا كيف؟ كل ما نقدم صدق يواجهونا بخيانة. إلى متى؟ أننا أمهاتنا يموتوا وأطفالنا يموتوا وأمهاتنا ينوموا في هفر يقتلوا وأخواننا يأكلوا الجلود ويأكلوا بتاع. لا ما نقبل. كلامنا نقوله في عين أي زول، في عين الدولة ذاته نقوله، والله ما نقبل. مش جنجويد عنده سلاح عشان كده أنت مشيت خفت منه مشيت تتفاوض.